جيبي معاك 20 مل تاع صدر تاع الدجاج وزيدي شويه بطاطا وروحي طبخي العائله تاعك بطبق بزاف بزاف بنين، طبق رمضاني بامتياز. كيما كنتو تشوفوا حبيباتي، درت هنايا 20 مل صدر تاع الدجاج، شويه بصل، حبه بصل صغيره سكرفشتها في الرقيق، وسنينه تاع توم. درت هنايا الملح، درت هنايا العكري، ونزيد هنايا تابل الدجاج البنات. هذا التابل راح يعطيه بنه على بنه، يعني اذا كان متوفر ماذا بكم تزيدوه. زدت هنايا الكمون، فلفل اسود. كيما كنتوا تشوفوا البنات، يعني انا ما درتش كميه كبيره من التوابل، رشيت برك فقط، هذا ما كان. وزدت هنايا ملعقه تاع لا شابلور. ما تكتروش البنات، اذا كان الدجاج ديالكم الدجاج هذا مبشور من الكويس خلوه هكذاك. اذا كان من صدر الدجاج تقدروا تضيفوا له ملعقه تاع الزيت. فوالا. وزدت هنايا درت شويه معدنوس مقطع في الرقيق. واش نديروا البنات؟ نجيبوا بابي فيلم تاعنا، نقطعوه الى قطع صغيره، يعني دوك تشوفوا كيفاش انا الى مربعات صغيره. ناخذ كميه من الدجاج كما قلت لكم البنات باش ما يلصق لكم شيتو، تقدروا تضيفوا ملعقه تاع الزيت. انا الصدر ديالي يعني ما راهوش ناشف. هنايا البنات نسي كيفاش نسويها هكذا بهذا الشكل، ونجيب الجبن ديالي ونديرو لداخل. يعني اي نوع تاع الجبن تقدروا ديروه، تقدروا ديروا ميم جبن مبشور عادي، ليسونسيال تغلقوا بيان هذاك الرولي تاعكم ولا هذاك الميني رولي ديالكم. شوفوا كيفاش خرج لي. انا نخدمهم كامل بهذا الشكل البنات. نشوفوا الكميه هذه تاع 20,000 تاع صدر الدجاج دارت لي 7 لي ميني رولي. فوالا فوالا. انا البنات بعد ما نكمل كامل لي ميني رولي ديالي، واش نديرهم؟ نحطهم في صحن، ندخلهم للمجمد مده 10 دقائق، ليسونسيال يشدوا روحهم 10 دقائق ربع ساعه، هذا ما كان. يعني ما تخلوش بزاف في المجمد. كما شفتوا البنات هامليك حطيتهم في المجمد، وميم طون جيت نقطع البطاطا ديالي. بيان سور البنات بعد ما قشرت البطاطا وغسلتها تري بيان جيت نقطعها. هنا البنات كي تجيو تقطعوها قطعوها شويه في الخشين. نقول لكم على الوصفه الاصليه كيفاش تكون البطاطا تجي مفوره. ديو لها توابل، بعد ما تفور مده 7 دقائق نحوها، يكون دخلها شويه طياب. ديو لها شتو دوك التوابل اللي درناهم في الدجاج نفسهم، عاودوا ديروهم فيها. هذا ما كنزيدوا معاها ديروهم في الزيت، يعني ديروا 2 مغارف ولا 3 تاع الزيت، وديروا هذوك التوابل في هذاك الزيت. من بعد ديروهم فوق هذيك البطاطا وحطوهم في الفور يكملوا طيابهم تما، وميم طون تتحمر البطاطا. يعني هذا اللي يحب اكل صحي. سينو انا يا البنات درت حاجه خفيفه تمتم، حتى حطيتها تقلى، يعني ما كانش عندي الوقت، دخلت من الخدمه روطار شويه، سي بوغ سا راح درتها ديريكتومون تتقلى. من جهه البنات هذوك لي ميني رولي ديالي نحيتهم من الكونجيلاتور وحطيتهم يتقلاو، ياخذوا ديك التحميره. يعني هنا البنات ما ديروا لهمش بزاف الزيت، وقعدوا قلبوا فيهم حتى يدخلهم مليح هذاك اطياب. من جهه جيت نخدم لا صوص بيشاميل ولا صوص فروماجير. هنايا البنات درت ملعقه تاع الزبده تكون كبيره، ذوبتها، زدت لها ملعقه كبيره تاع الفارينه، وخليتها تتحمص شويه مع هذيك الزبده. من بعد بديت نضيف تدريجيا كاس تاع الحليب. يعني انا هنا لاصوص ديالي ولا لا بيشاميل ديالي تجي خفيفه، ما نحبهاش تجي هذيك الثقيله. هنا نتحكم فيها، يعني الحليب درت كاس الكاس وشويه، هذا ما كان. درت لها الملح شويه فلفل اسود، هذا ما كان. وهنا البنات بعد ما طابوا لي هذوك لي ميني رولي ديالي بديت نحي فيهم بيان سور. وانتم معسوم خلوهم مليح طياب. ما تنسوش بلي درنا فيه الثوم، درنا فيه البصل، يعني لازم يدخلوا اطياب لداخل. من جهة البنات كانت البطاطا تاعي كانت طابت، نحيتها. الدجاج ديالي طاب، لا بيشاميل تاعي طابت. بعد ما طابت راني نحط فيها جبن طاري، يعني جبن مثلثات، درت غير 2 حبات. وجبت هنايا جبن مبشور، درت هنايا شيدار وخليته يذوب وهو سخون. فوالا.
هنا نجيبو المول الاسطوري تاعنا 30 على 10، نديرو كطبقه اولى هذيك لاصوص فرomاجير، من بعد ندير هذيك البطاطا ديالي. هنا البنات اذا اذا درتوها سورتو في الفور راح تجيكم بزاف بزاف بنينه، يعني كما قلت لكم اكل يكون صحي. نحوها من الفور وحطوها كطبقه اولى، من بعد ستفوا عليها هذاك الدجاج. يعني والم هاد الطبق بزاف بزاف في رمضان، يعني انا كي داقوا راجلي عجبوا بالبزاف، سورتو هذاك الدجاج كيفاش كان متبل، كيفاش هذيك البنه ديالو سبيسيال. من بعد درت لا بيشاميل تاعي كامل فوقها كيما راكم تشوفوا، وزدت لها جبن مبشور فريكو وحطيتها غير من الفوق تحمار. بعد ما حمارت لي كيما راكم تشوفوا البنات، رشيت عليها شويه معدنوس وشهيتكم في الجنه. الطبق جا بزاف بزاف بنين. ما تنساوناش حبيباتي في الجام كومونتير حلو كيما نتوما، وبارطاجيو القناه بيان سو اذا عجبتكم على الاحباب والاصدقاء. نتمنى منكم تجربوا الطبق تاع نهار اليوم، وبيان سور حنزيد نحط لكم بزاف اطباق سهله اقتصاديه وبزاف بنينه ان شاء الله. ما تنساوناش برك في الدعم ديالكم ولي كومونتير اللي تدخلوهم لنا. تبقاو على خير، الى فيديو اخر.